السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله ندير معكم حلوه اللي كتجي غزاله، ما كنظنش شي واحد ما كتعجبوش، يعني كتجي لذيذه وسهله في التحضير ديالها. قبل ما ندوزو للتحضير والمقادير، كنرحب بالناس اللي غتشتركوا معايا، وحتى اللي كانوا مشتركين كلكم كنرحب بكم الف مرحبا وشكرا لكم بزاف. يلا نبداو، بسم الله. خليو واحد اللايك ويلا نبداو على بركه الله. غادي نبدا معكم بسم الله. هنا عندي قصريه فاش غادي نخلط هاد المقادير ديالي. هنا عندي بوطه ديال الزبده من وزن 225 غرام، وغنزيد عليه السكر كلاص. هنا ندير معكم السكر بالكاس. غنديرو كاس واحد ديال السكر باش الحلوه ديالنا ما تجيناش حلوه بزاف، لاقاش ملي غنطيبوها غنفندوها عاوتاني بالسكر. غادي نخلط مزيان هاد الزبده وهاد السكر ديالي حتى يتخلطوا لي مزيان مزيان على هاد الشكل هذا. كندلكوها مزيان هكا ولا كنخلطوها مزيان باش الحلوه ديالنا تجينا غزاله. وغنزيد واحد القبيصه ديال الملحه باش تقادد لينا الذوق والحلوه ديالنا كتجي لذيذه. هنا عندي الملحه، كنديرو غير واحد القبيصه صغيره ماشي بزاف، وغادي نخلط مزيان. بعد ما كنخلطو مزيان الزبده والسكر اللي درنا، هنا غنزيد الزيت. عندي الزيت العاديه واحد 2 كيسان. كما كتشوفوا معايا الكاس راه عندي ما عمرش بزاف، يعني ناقص واحد شويه. وغادي ندخل مزيان هاد الزيت في هاد المقادير اللي درنا في الاول. خصنا نخلطوهم مزيان. غنزيد واحد المعلقه ديال القرفه، كتعطينا اللون وكتعطينا النسمه زوينه للحلوه ديالنا. غنزيدو 2 ساشيات ديال الفاني، سكر الفاني. وغنزيدو 3 القطع ديال الجبن. هذا الجبن المثلث كيعطينا واحد اللذه غزاله للحلوه ديالنا. وغادي ندخل مزيان هاد القطع ديال الجبن في هاد الخليط ديالي. من الاحسن نحيدوهم من الثلاجه. هاد الجبن نحيدوه من الثلاجه من قبل باش كيجينا ساهل دغيا كيدوب لينا هكا في الخليط. انا عاد خرجته داكشي باش شد ليا واحد شويه ديال الوقت. صافي غادي نخلط مزيان نرجع معكم. هنا عندي كاس ونص ما بين كاوكاو والجلجلان. طبعا الجلجلان اللي كيكون عندنا منقي مغسول، وكاوكاو حتى هو كنمسحوه هكايا وكنطلو فيه بيكون فيه شي حاجه. هنا راه ما عندي ماشي حمرتهم، ولكن حطيتهم هكايا تصهدوا واحد شويه باش ما كنطحنوهم كيتعلكوا كيعطيونا واحد التعليكه اللي غزاله. كاس ونص ما بيناتهم بجوج كما قلت. كيكونوا عندنا قد كاوكاو قد الجلجلان. صافي غادي ندخلهم في هذا الخليط ديالي مزيان. وانا عندي 2 معالق ديال الجلجلان اللي هكايا صاينين ما مطحونينش، اللي منقيين عندي ومغسلين حتى هما، وصهدتهم هكا ماشي حمرتهم بزاف، ولكن عا شويه باش يعطوني واحد القرمشه في هذه الحلوه ديالي. وهنايا غندير الدقيق. عندي دقيق فورس طبعا اللي راه مغربل. غنديرو شويه بشويه، ندخلو الدقيق شويه بشويه باش نحصلوا على القوام اللي حنا باغين. في الاخر غنقول لكم شحال هاز ليا ديال الكيسان. غنعبر معكم بالكاس ديال العنبه. وغنزيد 2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلويات، بالمجموع 14 غرام. صافي وغادي نمشي على هاد الطريقه هذه حتى نوصل للقوام اللي انا باغا. هاد الحلوه ما خصهاش تكون عندنا مطلوقه بزاف، ما كلشي عاوتاني قاصحه بزاف. ما كنخليوها غير القياس، كتجي مرمله كتجي غزال بزاف. المهم انا هاد الحلوه ما كنخليهاش هكا مطلوقه، كنقصحها هكا واحد شويه باش كتجي غزاله، ولكن غير القياس باش هكا تشكل لينا بسهوله. هزت لي 6 كيسان ديال الدقيق، ولكن انت ممكن دهز لك قل او اكثر. المهم ها القوام هو هذا، خصنا نحصلوا عليه ما يكونش قاصحه بزاف. وهذا هو القوام. غنزيد نوري لكم. خصنا نحصلوا عليه هكايا نشكلوه بسهوله، ما يكونش عندنا قاصح وما يكونش مطلق. هذه الحلوه هذه ندير انا هي هذيك باش كتجيني مرمله كما فايت لي قلت لكم في هذا الفيديو، وكتجيني غزاله. يعني عاود الا درناها مطلقه ما كتجيش النتيجه اللي هكا اللي غنحصلوا عليها بهذا القوام هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. صافي غادي نبدا نشكل معكم. عندي هنا اللاطات اللي غندخلوا للفرن مدهونين عندي بالزيت، وغادي نبدا. هاد الحلوه سهله، يعني كنشكلوها غير بيدينا. صافي الا جاتنا كبيره هكا كنقطعوا منها ونديروها قياس واحد. المهم الا ما قدرتيش وبغيتي تعبري بالميزان عبري، ما انا ما عبرت.
كندير غير عين ميزاني وجاو هما هادوك، يعني غير بيديا كنعرفها واش هي هذيك ولا لا. صافي هكا ملي كنكوروها كتكون هانتي طريه، يعني ماشي قاصحه بزاف. هاد اللاطه هادي عمرت، غادي ندخلها الفرن طيب وغادي نكمل معكم اللي تبقات لي. وهنايا غنكمل معكم اللي تبقات لي هكا بالتشكيل كما كتشوفوا معايا، راه ساهله. صافي وكنحطو في اللاطه بهذا الشكل هذا. صافي كنهز نحط في اللاطه كما قلت. الا جاتنا كبيره هكا كنقصوا منها، يعني ساهله وكتجي الحلوه ديالنا غزاله. صافي غنكمل كلشي بالتشكيل وغادي نرجع معكم. كملت الحلوه ديالي كامله بالتشكال، غندخل حتى اللاطه طيب، غنطيب كلشي وغادي نرجع معكم. رجعت معكم بعد ما طيبت الحلوه ديالي كما كتشوفوا معايا. هذه اللاطه الاولى وهذه غنحط دابا اللاطه الثانيه. المهم ما كنحمرهمش بزاف، غير كيشد لنا هكا واحد اللون ذهبي كنحيدوهم. الفرن كيعدي يمشيو على 250 من الفوق ومن الاسفل. كنحط اللاطه ديالي في الوسط، ملي كنشوفها تحمرت صافي كنحيدها. الا ما تحمرت على الوجه كنطلعها تكمل طيب وكنخرج. هنا عندي سكر كلاص طبعا اللي مغربي، اللي غادي ندوز فيه ولا غادي نفند فيه هاد الحلوه ديالي. وغندوز الحلوه ديالي كامله كما كتشوفوا معايا هكا في السكر الكلاص اللي طيبتها كما قلت لكم في الوسط. هكا اللاطه كنديرها في الوسط ديال الفرن. بعد الخطره راه هكا طيب لنا هكا بجويه بجوج، شفناها ما تحمرتش على الوجه ديالها كنطلعوها الفوق. تزيد كملنا عندك التحميره اللي زوينه صافي وكنخرجوها. ما كنطيبوهاش بزاف، غير القياس. دوزها كامله على هذه الطريقه هذه باش ما نطول لكم الفيديو. وغادي نرجع معكم. رجعت معكم بعد ما دوزت الحلوه ديالي كامله في السكر الكلاص. اش غنقول لكم، كتجي غزاله بزاف. غنقطع لكم كيفاش كتجي من الداخل. الفيديو وصل النهايه ديالو. نتمنى يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. الا عجبكم المحتوى ديال القناه ديروا اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم. وشكرا والسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. هذا هو الشكل اللي كتجي عليه الحلوه ديالنا مرمله ولذيذه غزاله بزاف.